وصلنا للمحطة الأخيرة، محطة الأسئلة السريعة جدا في الدقيقتين، وابدأ بأبو تريكة. أبو تريكة في قائمة المنتخب المقبلة، بنزعم إن احنا بننفرد بهذا الخبر، رأيك طبعا إيه؟ طبعا، وانا باكد لك الخبر. ابو تريكه سيظل، هو طول ما ابو تريكه موجود في ارض ملعب النادي الاهلي هيبقى في ارض ملعب منتخب مصر. ابو تريكه رمز مهم جدا، تواجده مهم، لكن هي منطقه فن استغلال ابو تريكه في المرحله القادمه. ازاي؟ مش معقوله الكاميرون تستغل واحد زي ميلا وتوصل لحد 40 سنه معاه، وانت النهارده ابو تريكه 32 سنه بيلعب 5 6 ماتشات ما بيجيبش فيهم اجوان، او اداؤه مش عاجبهم انه مرقص واحد ولا بتاع. نقول له كفايه. اللي ما بيفهموش يبطلوا نقد، اللي ما بيفهموش يبعدوا عن ابو تريكه. ابو تريكه شيء مهم جدا. إيه سر قوة حازم الهواري على ترابيزة الاجتماعات؟ حب المجموعه دي. حازم الهواري عارف يخلق علاقه ما بين بعض زمايله وما بين اعضاء الجمعيه العموميه. رأيك إيه في محمود طاهر؟ انسان نقي جدا. وتقول إيه لمحمود الشامي؟ اقول له مبروك مجلس الشعب. مبروك مجلس الشعب. إن شاء الله. طيب، وبتنصح بإيه مجدي عبد الغني؟ ينسى مجدي عبد الغني لعيب الكوره. أيهما أفضل لرئاسة اتحاد الكورة، هاني أبو ريدة ولا أحمد شوبير؟ حسن حمدي. حسن حمدي. طيب، إيه طلاق بالاتفاق إمتى اللي يحصل بين يونس والجبلاية؟ في ثانية. ممكن يبقى قريب قوي. بشكرك، نورتنا واسعدتنا في كوره. حتى يحين موعد جديد يوم الخميس، بكره بريك. تقبلوا ارق تحياتي كوره وتحياتي النجم الكبير كابتن